والله العظيم، والله الذي رفع السماء بلا عمد، ووالله الذي بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، أقسم بالله العظيم لا تنهضوا لمواجهة ما يخطط لبلدكم. أقسم بالله العظيم يحل بكم أشر مما حل في سوريا والعراق واليمن. والله ما تنهضوا للدفاع عن بلدكم والحفاظ على وحدتكم وسيادتكم ووحدتكم. أقسم بالله العظيم قتل بعشرات الآلاف، لاجئين بالملايين، ونازحين بمئات الآلاف. لن تجدوا بلدا أصلا. خرجت سوريا ولم تعد، وخرجت ليبيا ولم تعد، وخرجت العراق ولم تعد، وخرجت اليمن ولم تعد. مشروع تفكيك الدول، مشروع تفشيل وتمزيق الدول، ده مشروع. المشروع ده داير حاجتين بس، حاجتين: وضوح رؤية ورجالة بس. داير الرؤية تكون عندك واضحة، ورجالة بعد كده، رجالة تتحمل فيها مواقفك. زول الرؤية عنده واضحة لكن ما رجل، ده ما بيفيدنا بحاجة ولا بيفيد الأمة بشيء. وزول رجل شجاع وفارس لكن الرؤية ما واضحة، سيفه مع العدو، ده ما بيفيد بشيء. ما كنا نقول ربما يقع بعد سنوات، ربما الآن يكون على بعد أيام وساعات. انهضوا للدفاع عن بلدكم، للضرب على يد السفهاء والمراهقين. الحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. الحكمة لا تعني اللين، الحكمة أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فإذا كانت مناسبة، المناسب مقابلة المشروع ده بالقوة، يقابل بالقوة، يقابل بالحزم، يقابل بالقرار القوي الشجاع. وأنا أحمل في هذه الخطبة وفي هذا الكلام لله ثم للتاريخ، أحمل قوات الشعب المسلحة مسؤولية كل ما يدور في البلاد الآن. بموجب قانون القوات المسلحة المادة 6 أ، واجبات القوات المسلحة حماية سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي. المادة 6 ب، واجبات القوات المسلحة مواجهة المهددات الداخلية والخارجية للبلاد. المسؤولية على عاتق القوات المسلحة الآن وعلى عاتق الجيش.